كانت ليلة رأس السنة، والبيت مليون أقارب، ضحك، موسيق، وأضواء. وفجأة، بدون أي سبب، زوجي وقف وضرب الطاولة بقوة وقال قدام الكل: بصراحة، أنا ندمت إني تزوجتك. ولا مرة كنت زوجة عدلة. الكلام نزل علي مثل السكين. الكل سكى، وأنا حسيت الأرض تهتز تحت رجولي. سنين وأنا أتحمل الإهانة بصمت، علشان البيت، علشان بنتي. بدأ يعدد أخطائي، يضحك، ويقارني بنساء غيري. ولا واحد من أهله وقف معي. كنت أحس نفسي ولا شيء، مجرد ظل. عيوني دمعت، بس ما قدرت أتكلم. وفجأة حسيت بيد صغيرة تمسك يدي. بنتي، عمرها 9 سنين، قامت ووقفت قدام أبوها. صوتها كان هادي، بس كلامها كسر القلوب. قالت: بابا، إذا أمي موزينة مثل ما تقول، ليش لما تعبت هي اللي سهرت؟ ليش لما ما كان عندنا فلوس باعت ذهبها؟ ليش لما أخاف، أول اسم أناديه هو أمي؟ سكت البيت. زوجي انصدم. أمه غطت وجهها، والكل نزل عيونه. أنا ركعت وبكيت، مو ضعف. بكيت لأن كرامتي رجعت. بنتي حضنتني وقالت: أمي قوية، حتى لو ما تعرف تقول. تلك الليلة ما كانت بس ليلة رأس سنة. كانت ليلة عرفت فيها إن الصمت مو ضعف، وإن أحيانا طفل واحد يقول الحقيقة، ويهز قلوب ما هزها عمر كامل من الصبر.